المغرب ينافس من أجل كأس الملعونة واللي هي كأس لاكان أو لاكاف معروفة بالأفكون المنظمة حاليا في المغرب في 2025. صراحة هو الآن في واحد المرتبة اللي تسمح له أنه يكمل ويحوز على هاد كأس الملعونة اللي ماخدها من 1976 ميلادية. ف كنتمناو المنتخب الوطني كامل النجاح وكامل التوفق، حيث هو الآن في دور الثمن النهائي ضد تنزانيا، واحد الماتش اللي غيتلعب نهار الأحد مع الخمسة كونوا على موعد. فواحد الماتش اللي صراحة غيكون سهل. فكنشكروا الطاقم التقني اللي هو الركراكي على ديك التغييرات اللي دار في الماتش النهائي مع زامبيا. فاش شفنا الاداء المتميز اللي حاول انه يقدم كمدرب، يعني حاول انه يجري واحد التغييرات اللي كنا كاملين كنتسناو يداروا من الاول ديال البطوله، حيث ان دياز والكعبي ما قدروش نستغناو عليهم، هما اللي مطلعيننا صراحه، لا من ناحيه الاداء لا من ناحيه الاهداف لا من ناحيه التفوق لا من ناحيه شحال من حاجه وسط التيران. يعني دياز والكعبي من اكبر الرجال اللي موقفين لنا المنتخب. فصراحه شكرا لهم، حيت في اي ماتش كيتلعب خاص دياز ضروري ماركي، اولا بالنسبه للكعبي فاش كيماركي راه كيخلي شي اهداف اسطوريه جدا، لا من ناحيه المقاسيات لا من ناحيه الاسيستات اللي كيعطي، فهو واحد اللاعب باداء بطولي صراحه. فكنتمنوا المنتخب كامل التوفيق. نتمناو نفوزوا بهذا الكاس اللي شحال هادي ما هزيناها. كنتمناو اننا نهزوها في الدوله ديالنا المغرب، حيت شفنا واحد التنظيم اللي هائل صراحه، 9 الملاعب اللي عمرها كانت في لافكون، واحد لي فان زون، واحد الترويج خيالي واسطوري. صراحه انا متحمس ان المغرب يدي هذه البطوله، ينافس الالقاب الكبيره بحال ديال الجزائر بحال ديال مصر. صراحه بالنسبه لي انا ان الكاس ساهل علينا هذا العام، سيرتو ان طنزانيا طاحت معنا في الثمن النهائي، يعني نقدروا نربحوها، نقدروا ندوزو مع مصر ولا مع جنوب افريقيا ولا الفرقه اللي غتتاهل، فنقدروا ندوزو من الدور الربع النهائي نطلعوا للدومي فينال وناخذوا الكاس ونكونوا كملنا لا كوب دو موند U20، كملنا الفيفا اراب كاب، يعني غنكونوا درنا واحد التميز في 2025 صراحه. وبوناني 2026 راه دخلات، نتمنى انكم تكونوا بكل الاحوال تكونوا فرحانين تكونوا سعيدين انكم تكونوا بواحد الحال اللي زوين. فهادشي ما كان في الفيديو ديال اليوم، 3 دقائق ما كافياش، كنت كنتمنى نطول شويه، ولكن المهم والمختصر قلتو. فنحاول انني نذكر داكشي بسيط وخفيف. فهادشي ما كان في الفيديو ديال اليوم، الله يعاونكم.